رب حادثة خير من 1000 ميعاد. لا نعرفهم ولا يعرفوننا، لكن القدر وحادث الاصطدام هذا جمعنا بهم. قد يكون مؤلما لصاحب السيارة، لكنه سعيد لنا. وهنا تماما أدركت المثل الذي يقول: مصائب قوم عند قوم فوائد. والفوائد التي جنيتها هي رؤية العرب مجتمعين يدفعون مصيبة واحدة عن طريقهم، مصريون وجزائريون وعراقيون، وأي عربي كان سيكون هنا سيمد يده للمساعدة. والفوائد لم تكتمل بعد، حيث تبعنا عربة السيد محمد طلعت وهو عربي مصري، لنجد بأنه يحتضن ببيته مع زميله الآخر محمد زكي عددا من الجزائريين الذين توافدوا لمناصرة الخضر بالمونديال. أنا دلوقتي أعتقد 8 أو 9 دلوقتي، وفي كتير من المتغيبين عشان رايحين الحفلة بتاعت الأوبننج سيرموني زي ما أنت عارف، كمان ساعتين، ففي كثير متغيبين. ما أثرت المشكلة بين الجزائر ومصر على أن تستضيف هذا العدد بالبيت؟ لا أبدا أبدا أبدا. يعني إحنا كلنا زي ما أنا قلت حضرتك قبل كده إن إحنا أمة واحدة ولسان واحد وثقافة واحدة. عوامل الاتحاد اللي بيننا وعوامل الوحدة اللي بيننا. عامل عالمي. طبعا العالم المصري والعالم الجزائري. يعني ما فيش أي حاجة، حتى الصحف زي ما أنت شفتها بتشير لهذا الموقف المصري مع الإخوة الجزائريين. أنت قريت الصحافة الجنوب أفريقية، وكان نوع من أنواع الفخر. فاحنا نفخر الحمد لله ان احنا كمصريين ونستضيف الجزائر، والجزائر اخواتنا وعلى دماغنا من فوق، وما ساعدتهمش الارض تنزعهم جوه عنينا. كانوا معانا في الفريق المصري لما جه في كاس العالم المصغر، كان اللي جنبي مغربي وجزائري وسعودي واماراتي، كانت حاجه جميله جدا. كل الناس جايه تتفرج على الفريق المصري العربي اللي بيمثل الدول العربيه. الفريق الجزائر اول ما كسب حصوله على الكاس العالم، كلنا فرحنا ان فريق عرب جاي. قد يكون الحادث فاتحة خير ليس بجنوب أفريقيا لوحدها، بل بكل أرجاء الوطن العربي، لنقول للعالم بأن كرة القدم التي جعلت شرخا بين عينين برأس واحد هي نفسها من ستعيد المياه إلى مجاريها. أما بالنسبة للخضر فإن المناصرين ما زالوا يتوافدون إلى الأرض السمراء، إذ لم يبقى على مباراتهم الأولى غير أيام فقط، وهم متفائلون إلى حد بعيد ليكونوا ضمن الدور التالي. For me, the first game is very important for us. If we win the first game with Slovenia, I think we have all our chance to be qualified. Yeah. England? What about England? About England, I think we will lose 1-0. Okay. But about American, we're going to win. Yeah. If we win with Slovenia first game, we will win with American. يد واحدة من جديد لنكون وراء العربي الوحيد الذي سيمثلنا بالمونديال العالمي. عمار علي، صدى الملاعب.